لو عايز تقرأ اي سي جي كويس لازم يكون عندك شوية بيزكس مهمة جدا، ودي سلسلة هنشرح فيها الاي سي جي بالتفصيل، وكمان هنشرح الابنورمال والنورمال اي سي جي، وده اول فيديو في السلسلة. الاي سي جي ده اختصار لكلمة الكتروكارديوجرام. يعني ايه؟ الكترو يعني كهرباء، كارديو يعني قلب، جرام يعني تصوير او رسم. بالترجمة الحرفي بصور كهربة القلب. طب ازاي هصور كهربة القلب؟ عن طريق ان انا هقيس فرق الجهد بين نقطتين، نقطة سالب ونقطة موجب. طب انت عمال تقول لي انا هقيس فرق الجهد وهصور كهربة القلب، هو القلب ليه كهرباء اصلا؟ اقول لك ان هو ليه كهرباء، والمسؤول عن كهربة القلب حاجة اسمها الاس اي نود، ده الممول الرئيسي او المصدر الرئيسي لكهربة القلب. طب احنا عارفين اي كهرباء لازم يكون لها اتجاه. اتجاه كهربة القلب بيمشي في اتجاه ايه؟ قالك ان هو يكون downward and to the left. ازاي برضو؟ تكون ماشية بالشكل ده كده، داونورد نازلة لتحت، وكمان ايه، مايلة عند الشمال شوية. تمام. انا عندي هنا في الويفز بلاقي ويفز فوق وبلاقي ويفز تحت. يعني طب ايه السبب؟ ايه اللي آه آه ايه اللي بيخليها فوق وايه اللي بيخليها تحت؟ ليه مش كله فوق وليه مش كله تحت؟ قال لي اللي بيتحكم في الحتة دي في الاول اصلا الكهرباء عندي، اي كهرباء في العموم بتمشي منين؟ من القطب السالب للقطب الموجب، ده اي كهرباء في الدنيا. حلو. واحنا قايلين ان كهربة القلب بتمشي في الاتجاه ده، معنى كده ان هنا القطب الموجب وهنا القطب السالب. قالك ان اللي بيتحكم في الويفز دي سواء تكون بوزيتيف او نيجاتيف، اتجاه الكهرباء. اتجاه الكهرباء لو ماشي ناحية القطب الموجب هيديني بوزيتيف ويفز. اتجاه الكهرباء لو ماشي ناحية عكس القطب الموجب، يعني رايح عند السالب، هيديني نيجاتيف ويفز. تعال نشوف الدياجرام ده كده. عندي هنا ده اتريال مصل، حلو، في الاس اي نود، احنا قلنا مصدر كهرباء في القلب. عندي هنا اتجاه الكهرباء ماشي قريب من بيقرب من القطب الموجب، معنى كده ان هو هيديني بوزيتيف ويفز. لكن نيجي هنا كده للاتجاه هنا بعد عن القطب الموجب وقريب من النيجاتيف ويفز، من النيجاتيف من القطب السالب قصدي، فهيديني النيجاتيف ويفز. بس كده.